هاتي كوباية دقيق وشوية زيت وكوباية سكر، وتعالي نعمل أجمل وأحلى حلوى صوابع زينب، مقرمشة ودايبة وطرية، مقرمشة من بره ودايبة وطرية وجميلة من جوه. يلا بينا على الوصفة والطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو لسه أول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفيني، أكون سعيدة بحضرتك. لايك كده يا جماعة، لايك وشيروا الفيديو عشان كل يستفيد، عشان كل يعمل الوصفة الجميلة دي اللي بكوباية سكر وكوباية دقيق. هنعمل أجمل صوابع زينب، أحلى من بتاعة المحلات بكتير. وانتوا شفتوا الفيديو، شفتوا الصورة في بداية الفيديو، الصورة بتتكلم عن نفسها، أو الفيديو أو الوصفة نفسها بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة أي تفصيل. في الأول بنعوز العسل بتاع الصوابع زينب بيكون تقيل وبارد، يبقى لازم نجهزه من الأول في بداية الوصفة كده، نجهزه ونركنه على جنب. معايا هنا بولة أو كرزولة أو أي حاجة عندك. معايا كوبايتين سكر وكوباية مية. واللي هيخليلك الصوابع زينب مقرمشة وعليها كده وبتلمع كده من بره، يعني العسل بتاعها مش بيطريها كده وتكون الصوابع طافية، معلقة العسل جلوكوز. يبقى معلقة العسل جلوكوز مهمة في الوصفة، بتخليلك العسل ما يسكرش، وكمان بيخليلك الصوابع بتلمح كده من فوق، والعسل وما تكونش طرية، بتخليلك مقرمشة، والصوابع تكون زي بتاعة المحلات وأحلى. هنا بقى معانا كوبايتين سكر زي ما انتوا شايفين، معايا كوباية مية، معايا معلقة عسل جلوكوز، وكمان عصرة نص ليمون. ونحطه على النار يا ست الكل يغلي. بعد الغليان نعد على ايدينا 6 7 دقايق بالظبط ونطفي عليه. ومعايا باكت فانيليا بحب احطه في الاخر، يعني بحب احطه في الاخر كده عشان الريحة بتاعته ما تطلعش. ونركنه على جنب ونيجي نشوف الوصفة الأساسية بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين دقيق، معايا كوباية دقيق، معلش، كوباية دقيق منخولة كويس. ومعايا نص كوباية سميد. السميد ده بتروحي عند العطار بتقولي له أنا عايزة سميد خام من غير أي إضافات. يبقى كوباية دقيق عليها نص كوباية سميد. معايا باكت فانيليا، طبعا بنحط فانيليا تاني في العجين عشان تكون ريحة العجينة كده حلوة. معايا رشة ملح بسيطة. معايا معلقة سكر صغيرة ممسوحة، معلقة سكر صغيرة ممسوحة. ليه ما بنكترش السكر في العجين؟ ليه؟ عشان وانتي بتشكلي او وانتي بتقلي الصوابع ما تاخدش معاكي لون بسرعة، وكمان هتبقى قلبها عجين من جوه، يبقى ما كتريش السكر. والوصفة وهنا بقى الحاجة المهمة اللي لازم تاخدي بالك منها وتركزي عليها، الخميرة. الخميرة على طرف المعلقة الصغيرة، أقل من ربع معلقة صغيرة خميرة فورية، ما تكتريش. ليه؟ لأنك لو كترتي خميرة هتنفش معاكي، العجين هينفش معاكي، والرسمة بتاعته هتبوظ وتبقى مش حلو، والصباع ما يبقاش مظبوط معاكي. يبقى ما تكتريش الخميرة. يبقى معايا معلقة صغيرة ممسوحة سكر، معايا رشة ملح، معايا معلقة كبيرة نشا عشان تديلك القرمشة والذوبان، ومعايا كمان يعني ايه على طرف المعلقة خميرة فورية، ومعايا معلقتين كبار سمنة سايحة عشان نبس بيهم العجين. وهنا بقى يا ست ما تاخديش المقادير وتجري او تقفلي، لا، هنا بقى المقادير مرتبطة بالوصفة، مرتبطة بالطريقة. يعني ما تاخديش المقادير وتكتبيها وترجعي تقفلي وتقولي يا ليل يا عين الوصفة باظت معايا، ما نجحتش معايا. ما هو فعلا يعني انا يا ست الكل منزله لك وصفة عشان انت تستفيدي وغيرك يستفيد، مش منزله لك الوصفة كده وخلاص عشان تاخدي المقادير وكده، لا. او عشان انت مثلا، او منزله لك الوصفه عشان انت تعملي مشاهدات، لا، انا منزله لك الوصفه عشان كله يستفيد. بدل ما تروحي يا ست الكل تشتري نص كيلو بلح الشام او صوابع زينب تشتريها بالشيء الفلاني، لا. طب وعلى ايه؟ اي بيت النهارده فيه دقيق وفيه زيت وفيه سكر، شويه دقيق وشويه سكر وشويه زيت هتعملي احلى حلوى لاولادك وتفرحيهم بيها. فعشان كده انت تسمعي الفيديو خطوه خطوه عشان تعرفي الطريقه المظبوطه. انت كده خدتي المقادير، طب هتعملي الطريقه ازاي؟ طب هتنجح معاكي ازاي؟ وبالذات الصوابع زينب دي ليها تكنيك خاص غير اي نوع بلح الشام. يعني ممكن في خطوه كده الوصفه تعملي المقادير والوصفه تبوظ معاكي. فانت عشان خاطرك انت، مش عشاني انا، لا، مش عشانك انت، ان عشان الوصفه خساره ما تبص معاكي،
فانت اسمعي الفيديو خطوه خطوه عشان تعرفي الطريقه المظبوطه، لان من اول الفيديو لاخر الفيديو في خطوات مهمه. من اول السكر ان هو ما يسكرش معاكي او يبوظ معاكي، ومن اول ان انت ازاي تبستي العجينه زي ما انت شايفه كده، وكمان تعجنيها، وكمان تقلي الوصفه معاكي وتطلع مظبوطه بالشكل اللي انت شفتيه في اول فيديو. يبقى لازم تسمعي الفيديو خطوه خطوه عشانك انت مش عشاني انا. ومعلش لو طولت عليكم الفيديو. هنا بقى يا ست الكل، اهم حاجه ان انت معانا معلقتين سمنه سايحين زي ما قلت لك، تبستي العجينه كويس زي حبيبات الرمل او زي الرمل المندي كده. دي خطوه اساسيه عشان الصباع معاكي يطلع دايب، ما يطلعش معصلج، يطلع معاكي دايب. وهنا معانا نص كوبايه ميه، نعجن كويس، تعجني كويس ما تطريش العجينه. وهنا بقى يا ست الكل برضو خطوه اساسيه ان انت تعجني كويس العجينه، ما تبقاش طريه معاكي. لو العجينه طلعت طريه معاكي مش هتعرفي تشكليها، والتشكيله بتاعتها الرسمه بتاعتها هتبوظ. يبقى انت لازم تعجني كويس. هنا بقى يا ست الكل، اي حاجه على الرخامه كده تفرشيها، او لو اي حاجه حتى لو كيس، وتقطعي لو مثلا عامله قطعه كميه كبيره عجينه كبيره، هتقطعيها زي ما انا قطعاها كده، هتقطعيها نصين وتلفي رول، وتغطي النص التاني بكيس عشان ما تنشفش من الهواء. عشان لو العجينه نشفت معاكي برضو مش هتعرفي تشكليها، هتنشف والرسمه بتاعتها برضو هتبوظ ومش هتعرفي تشكليها. يبقى الحاجه لما تكون طريه ومظبوطه كده بتتشكل معاكي بكل سهوله، والصباع يطلع مظبوط. هنا بقى بنلف رول وبقطعه، اي قطعه عندك، قطعه مخلل، سكينه، اي قطعه بيتزا اللي موجود عندك، بتقطعي بقى التقطيعه اللي انت يعني حجم الصباع اللي انت حباه. حابه يكون الصباع صغير، وسط، كبير، زي ما انت حابه. هنا بقى كل قطعه من دي بنعملها صباع، بتصبعيها كده زي ما كانك بتصبعي الكفته. يعني كانك بتصبعي الكفته اللي هي كفته رز كده، بتصبعيها وتشكليها. وهنا برضو هنشكلها مع بعض، هنشكلها بطريقه سهله وبسيطه. اقسم بالله اقسم بالله انا اول مره اعمل صوابع زينب دي، وفعلا نجحت معايا. يعني انا في الاول لما كنت بشوفها في كذا فيديو كده كنت بقول ازاي انا اعمل، ازاي هتنجح معايا الوصفه دي، لان فعلا صوابع زينب دي ليها تكنيك خاص، مش زي البلح الشام اللي هو العادي. احنا عملنا البلح الشام على القناه قبل كده، البلح الشام اللي هو بدون بيض. بس فعلا الوصفه دي خطيره. يعني انا برضو يعني سمعتها مره واتنين، وبعد كده فكرت وقلت ودورت الوصفه كده في دماغي ازاي هتطلع مظبوطه معايا. يعني ما عملتهاش كده من اول مره، لا، دورتها في دماغي وظبطتها في دماغي، وفي الاخر طلعت بالنتيجه اللي انت شفتها دي، فعلا روعه. يعني الصباع كده مقرمش من بره، العسل بتاعه يعني الصباع بيلمح كده، عشان المعلقه العسل كلوكوز اللي احنا حطيناها بتديله لمعه كده. لو ما حطيتيش بقى المعلقه دي يبقى الصباع معاكي تحس ان هو فيه عسل، بس في نفس الوقت طافي كده، طافي مش بيلمع. احنا عايزينه بيلمع زي اللي بره، عايزين وصفتنا تنجح وتبقى احلى من اللي بره كمان. عايزين الولاد يطلبوه مننا كل يوم، مش يجيبوه من بره، لا، الولاد يحبوا الحاجه بتاعتنا، يعني يحبوا الوصفه بتاعتنا ويطلبوها مننا كل يوم. هنا بقى ما اطولش عليكم يا ست الكل، معايا هنا دي البصامه او القطاعه اللي بقطع بيها الكحك. انت بقى عندك بقى مصفى بلاستيك، عندك مصفى سلك، اي حاجه تكون مخرمه شكلي عليها. بس اهم حاجه واهم ما في الوصفه ان انت العجينه بتاعتك تكون مظبوط، لا هي ناشفه، لا هي ناشفه التشكيله دي تبوظ منك، تبقى ناشفه كده وخشنه والتشكيله مش بارزه، ولا هي طريه تلزق على الحاجه اللي انت بتشكلي عليها. لا، تكون العجينه مظبوطه زي ما شفت كده. عشان كده يا ست الكل بقولك اسمعي الفيديو خطوه خطوه عشان تعملي الوصفه مظبوطه وتنجح معاكي من اول مره. وانا متاكده ان انت لو اول مره تعملي الوصفه دي هتنجح معاكي زي ما نجحت معايا من اول مره. وللمره الاخيره معلش لو بطول عليكم او بتكلم كتير في الفيديو، هو كل حاجه برضو في الفيديو محتاجه ان انا اتكلم عليها. يعني انا مش هنزل لكم الفيديو كده وخلاص، لا، كل حاجه لازم اتكلم فيها عشان الوصفه تطلع مظبوط. هنا بقى ست الكل انا شكلت نص الكميه معاكم، والنص التاني هشكله عشان ما اطولش برضو عليكم. ولو عامله بقى كميه اكبر من كده، يعني لو انت في الصيف وعامله الكميه دي، النص الاولاني اللي احنا شكلناه سويه على طول. انما لو في الشتاء زي انا كده، شكل الكل، يعني شكلي الكميه كلها وبعد كده اللي مش هيجرى لها اي حاجه. انما في الصيف بيختلف عن الشتاء. هنا بقى يا ست الكل معايا طاسه، اي طاسه موجوده عندك، تيفال او المونيا زي كده،
تحطي فيها زيت، اهم حاجه يكون الزيت يكون غزير عشان الصباع يشرب من الزيت كده ويتقلي ويبقى ما يبقاش عجين من جوه. وتختبري في الاول، تختبري الزيت الاول، يعني ما تحطيش كده وخلاص، تختبري الزيت عشان لو حطيتي العجين والزيت سخن هياخد لون بسرعه وهيبقى ني من جوه. دي خطوه اساسيه برضو لازم تاخدي بالك منها. انت تختبري الزيت، تحطي حته عجينه كده وتشوفيه الاول، يبقى الزيت يكون مظبوط، لا هو سخن قوي ولا هو بارد قوي. وهنا بقى ما تحطيش المعلقه خالص، ما تحطيش المعلقه خالص، تقلبي بالايد بتاع الطاسه كده زي ما انت شايفه. انا بقلب بالايد بتاع الطاسه. ومعانا هنا العسل بارد زي ما شفتي زي ما شفتي، لازم عسل يكون بارد وتقيل. هنا بقى حاطه العسل في البوله كده، وهنا بقى شايفين اللون موحد ازاي. عشان تاخدي الصباع زي الجاهز بالظبط، اللون معاكي يكون موحد، ما تغمقيش عن كده عشان ما يبقاش غامق ولونه، وعشان كل ما بتغمقيه وحطيتيه في العسل بيغمق اكتر، لا طلعيه ذهبي زي ما انت شايفه كده. هنا بقى طبعا دول الاولانيين شكلتهم، الاولانيين اللي في العسل، والتاني وده كده التاني اللي في الطاسه كده، دول التانيين. ودي كده وصفتنا النهارده، طبعا بنطلعه سخنه. طبعا العسل بارد والصوابع زينب بيكون سخن، وتحطيه في العسل عشان تخليه كده 5 دقايق في العسل عشان يتشرب من العسل زي ما انت شايفه كده. ما تحطيش وهو بارد، لانك لو حطيتيه وهو بارد، يعني البلح الشام وهو بارد او الصوابع زينب وهي بارده، عمرها ما هتشرب من العسل. يبقى لازم تحطيها وهي سخنه زي القطايف كده او الزلابيه، لازم تحطيها وهي سخنه عشان تتشرب في العسل، وتخليها مده 5 دقايق وتشرب من العسل. ودي كانت وصفتنا النهارده. مقرمش من بره بيلمع زي ما انتم شايفين كده، طري ولذيذ ودايب ذوبان من جوه، تحفه تحفه تحفه. قومي بقى جربي الوصفه، بالله عليك تقولي رايك كده في التعليقات، وتكتبي لي كومنت حلو كده من ايديك الحلوين، وتقولي لي رايك كده، عجبك ولا ما عجبكيش، موفر ولا لا. زي ما قلت لك، بكوبايه ميه، معلش كوبايه دقيق وكوبايه سكر وشويه زيت، هتعملي احلى حلوى الولاد، وهتطلع تحفه تحفه من ايديك. بس اهم حاجه تسمعي الفيديو خطوه خطوه. ودي كانت وصفتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.